الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. الشنط المدرسية أو شنطة الست اللي بتحطها على كتفها ديت، أو كمبيوتر، شنطة الكمبيوتر، لأنه كل الناس دلوقتي بقت عندها شنط يعني شايلاها، ممكن تؤدي إلى زيادة الاعوجاج أو تكوينه؟ تكوينه لا. يعني هو ما يعملش اعوجاج، لأن الاعوجاج لازم يبقى فيه مشكلة في الفقرات وتعوجت شوية. لو شنطة تقيلة بصفة منتظمة وهو حد عنده اعوجاج ممكن يزوده شوية. فعشان كده احنا دايما لو حد عنده اعوجاج وماشي على كونزرفاتيف مانجمنت وبياخد علاج طبيعي وكده، بنقول له ما تشيلش شنطه تقيله على كتفك، ممنوع تشيل اوزان على كتفك، لكن من الاصل ما يجيش منه. هل النوم بطريقة غلط أو على ناحية معينة تزود الاعوجاج؟ لا دي لا. دي اعمل نام زي ما انت عايز. دي تخليفة بعيدة. اه. هل الست اللي عندها اعوجاج ممكن يحصل لها مشاكل في العلاقة الزوجية؟ لا مالهاش علاقه، سواء عملت العمليه او ما عملتش. الحاجه الوحيده اللي هي لو عندها الم مزمن في الفقرات القطنيه ممكن يعني يبقى في مضايقه شويه او صعوبه في الحركه، لكن بغض النظر عن الاعوجاج بقى ما ياثرش. بعد العمليه الست دي تقدر تسافر وتعدي في المطارات من غير الاجهزه ما تظبط؟ التيتانيوم ما بيصفرش في الاجهزه، ما بيصفرش لا، عشان دي ممكن تتمسك كل شويه. لا، ما احنا كان زمان الشرايح والمسامير العاديه بتاعت جراحه العظام بتصفر، لكن مثلا من 15 سنه كده غيروا النظام في المطارات كلها، بقت الماتيريال ما بتصفرش، بقت بيفرقوها عن الميتالز اللي بره الجسم، فهي ما بتصفرش ولا هي ولا بقيه الشرايح حتى. لغايه كام سنه ممكن نعمل الاعوجاج؟ يعني اكتر، يعني الحالات الابر ليميت، انا بتكلم على الناس اللي عندها 40 سنه مثلا. انا اتبسطت لما شفت ست عندها 30 سنه وعملت. احنا زي ما قلت لحضرتك ان لسه في حلقه عن الجنف في الكبار، فاحنا معانا لغايه ستينات. بيعملوا عمليات، لكن اسباب مختلفه. جنف يعني جنف اللي هو النوع بتاع الكبار مش بتاع المراهقين، لكن يعني احنا يعني هو اسمه ادلت سباينال ديفورميتي، وده لما ستينات، وفي اوروبا كمان بيعملوا في اكتر من كده. كان خلينا في الستينات كفايه. ستينات حلوه قوي يعني، ده حاجه عظيمه، الاب تو ستينات يعني.